أهلا بكم من جديد. قامت عدد من الوكالات السياحية المنظمة للعمرة يوم أمس بإرجاع الملفات لأصحابها بحجة أن السلطات السعودية رفضت منحهم التأشيرة، وبالتالي حرمت الوكالات السياحية الآلاف من المعتمرين الجزائريين الراغبين في أداء عمرة النصف الثاني من شهر رمضان بعدما تأخرت في دعم ملفات طلبات التأشيرة إلى غاية انتهاء الآجال المحددة من قبل السلطات السعودية، والتي كانت محددة ب15 من شهر رمضان. وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة بربار الشيخ لجريدة النهار أن الخلل وقع لدى بعض الوكالات التي لم تحترم التعليمات التي قدمت لها من قبل الديوان الذي كان قد أمر مع بداية الموسم بأنه لا ينبغي استلام الجوازات حتى ضمان الحصول على التأشيرات، وأن السلطات السعودية ترفض منح أي وكالة التأشيرات لإرسال معتمرين جدد إلى بعد عودة المعتمرين المحسوبين عليه بالبقاع المقدسة. إلى ذلك شكلت عودة المعتمرين لأرض الوطن حالة من القلق لدى وزارة الصحة الجزائرية، مخافة أن يكون أحد المعتمرين الذين يقترب عددهم من 100,000 حامل لفيروس كورونا، مما جعل الوزارة تكثف إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار الفيروس في حال تسجيل أي إصابة. التفاصيل مع سيد أحمد هديبل. صاحبت العودة التدريجية للمعتمرين الجزائريين مخاوف كبيرة من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، خاصة وأن أراضي المملكة العربية السعودية سجلت معدلات قياسية في الإصابات بالفيروس. فالوكالات السياحية وبتوصية من وزارة الصحة اتخذت جملة من التدابير الوقائية لمنع تسجيل حالات إصابة جديدة في أوساط المعتمرين. أول شيء يدير الفاكسين تاعو اللي لازم يديرها، وكنا نحذروهم يعني ما يعني هناك ما يكونش في مع الزحمه مع المعتمرين، يعني يتفادى الزحمه، يدير كمامات. الديوان الوطني للحج والعمرة من جهته كان قد اتخذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا خلال فترة مكوث المعتمرين بالسعودية. الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الجزائرية عبر وزارة الصحة الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية، يعني لم تسجل أي حالة في هذه الأيام الأخيرة من يخص مرض كورونا. أما الإجراءات الوقائية التي طبقت من طرف الوكالات، طبعا كثير من الوكالات توزع الكمامات على المعتمرين، وايضا اخذ الاحتياطات هناك بالبقاع المقدسه خاصه بمكه المكرمه ان يكون الازدحام كثير خاصه في الايام الاخيره من شهر رمضان المعظم. وفي انتظار عودة آخر أفواج عمرة شهر رمضان يكون ما يقارب 234 ألف معتمر جزائري تحت المجهر تحسبا لظهور أي حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل.